تصريح خطير وتعليق غير متوقع بالمرة من محمد أبو تريكة بعد وفاة اللاعب أحمد رفعت. بالفيديو هنشوف إيه اللي قاله. في البداية ياريت نعطر فمنا بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد والدعاء للفقيد بالرحمة وبالمغفرة. علق النجم المصري محمد أبو تريكة على وفاة أحمد رفعت لاعب نادي فيوتشر ومنتخب مصر السابق، وأدلى بتصريحات مثيرة جدا نقلتها الإذاعة القطرية منذ قليل فاجأ بها الجميع. أبو تريكة قال: في البداية أسأل الله العظيم أن يرحم أحمد رفعت ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أحمد رفعت كان من الشخصيات المحترمة جدا في الوسط الرياضي، وليه أكتر من موقف إنساني بعيد خالص عن كرة القدم، وأنا عارف كل ده. وطبعا كلكم عارفين أحمد رفعت، مش أنا اللي هتكلم عليه وهقيم أخلاقه، لأن زمايله كلهم طلعوا واتكلموا عن أحمد وقالوا قد إيه إن هو كان على خلق وكان لاعب محترم. واضح إن أحمد اتعرض لظلم كبير من أحد المسؤولين في كرة القدم، وده أثر عليه بشكل كبير في الفترة الأخيرة. واضح كمان ان الموضوع ده كل المقربين من احمد رفعت عارفينه، واكيد هيطلعوا يتكلموا عليه في الوقت المناسب. حتى ان احمد لما طلع مع ابراهيم فايق قال: في حاجات كتيرة لازم اتكلم فيها، ولكن لسه ما جاش الوقت المناسب. هو ليه حق عند كل حد اخد حقه، واكيد حقه ده هيرجع له وهيبقى في حكم عاجل بإذن الله. الموضوع مش لازم يعدي كده وخلاص، لا، لازم يبقى في حساب. وطبعا كلنا عارفين ان في جنة وفي نار. انا بدعي لأحمد ان ربنا يصبر والدته اللي مش قادرة تستوعب انها خلاص مش هتقدر تشوف ابنها مرة تانية. وانا من موقعي هذا بقول طبعا ان احمد في الجنة بإذن الله، وإن أنا لو احتاجت والدته أي حاجة أنا هكون متكفل بيها. واللي أنا هعمله مش لازم هطلع وأقوله وشهر وأقول حاجات وخلاص، لكن ده واجب علينا كلنا إننا نقف مع الست ديت في اللي حصل لابنها. اللي قاله كمان إبراهيم فايق في حلقته لازم يتاخد في عين الاعتبار، ولازم يتم تضمينه في المحاكمات، ولازم تبقى في قضية كاملة، مش قضية عادية، لازم تبقى قضية رأي عام عن هذا الشاب اللي عاش حياته كلها تعبان بسبب اللي بيحصل له. وفي الآخر أحمد مات بالحسرة والألم ومات بالظلم. ربنا عادل وما يرضاش بالظلم يا جماعة، وأكيد حق أحمد هيرجع له قريبا جدا إن شاء الله. عايزة أقول لكل الناس اللي سمعتنا وبتسمعنا: ادعوا لأحمد بالرحمة وبالمغفرة، وربنا يصبر ذويه، اللهم آمين.